الرجل هذا تزامن له مع جندي من أحد مناطق المملكة، وصار بينهم رفقة، وكلهم رجال فيهم خير وفيهم أصل وفيهم طيب، ويجمعهم الدين والنظافة، وكلهم معجب بخويه. بعد سنوات سأله هذا خويه، قال: يا فلان، أنا أشوفك ساكن معنا في السرية، لا تروح ولا تجي، أنت ما أنت متزوج؟ قال: لا والله. ليه ما تزوج؟ قال: والله لو لقيت بنت الحلال بنت رجالة تزوج. قال: زوجتك عندي، أبى زوجك أختي من إعجابي فيك. قال: تم. قال: ترى أختي عمرها في 30. قال: وأنا بعد في 30 35 حول بعض. قال: إذا جاب ناخذ حنا الاثنين إجازة وبنروح للوالد، وما ترجع إن شاء الله زوجتك معك. المهم هذا سعد سعادة كبيرة. الزوجة كل يبحث عن الزوجة الطيبة، وخاصة إنها أخت زميلة اللي يحبه ويغليه. قالوا هم يسافرون، قالوا فعلا، قالوا ترانا نستحي من الشوفة الشرعية، عندنا عيب يا الربع شرعي. قال: على العموم أنا موافق بها، قليل ولا كثير. المهم ملكوله ودخل عليها. يوم دخل ولا والله المصيبة، يقول طوله 3 مرات، هو قصير ونحيف، ولا والله مرة طويلة عريضة كتوف بلية البلاوي. المهم الرجال يبي الزواج، تزوجها. جاء هنا وطلع من السرية وراح واستأجر بيت له ولزوجته. جلس هو وياها 2 أو 3، ما أراد الله أنها أنجبت 1 2. يقول بعد 2 أو 3 جاء بينه وبينها ما يجي بين الرجال وزوجته، جاء بينهم مشكلة. هو رفع صوته، هي رفعت صوتها. المهم هو فقد أعصابه، هي فقدت أعصابها، مسكها وصفع هذاك الكف. قال: يوم ضرب هذاك الكف، يقول كف عسكري بقلب ساطي وزعلان. قال: ولا والله هالمرأة يوم انتفخت، يوم طارت عيونها، يوم قالت هي وصلت لليد. قالوا: توصل لليد. قالت: بسم الله الله أكبر. قالوا: هي تشيله فوق ولا تكلفت. قالوا: هي تضرب بها الأرض. قالوا: هي تبرك عليه. يوم منه شاف الموت قال وتلمخه. قالت: اسمع، علي الملازيم حديد ما هي بخشب، إذا مرة ثانية مديت يدك 1، ولا طلقتني 2، ولا تزوجت علي 3. هو ياه الحين في الحوش، أقسم بالله أنها كلمة ما ترجع، والله إني لا أضربك لين أدوخك. ثم شفت الخزان، خزان الموية. قال: إيه؟ يقول: إيه؟ قالت: والله لفك الغطاء ثم حذفك خزان الموية ثم سكر عليك، ثم لا من شاف ولا من درى. ها قال ولا يوم ضحك يقول: شفت الموت وشفت الجد منها. والله قالوا فعل. يقول: قال وانا اضحك. قلت: ابشر على ذا الخشب. قال: بس ابيها تقوم. يقول: باركتن علي وانا ما قواها. المهم يقول: قامت. يقول: وانا سايسها لين جاء الليل. قال: يوم جاء الليل اروح وانتظر ثاني يوم الدوام. قال: والمهم وانا اروح وانا اقدم على القايد، قلت: انا ابغى فصل. ليه يا فلان هذا؟ قال: بس ابغى فصل. المهم قال: وانا افصل ولا حد يدري. يقول اخوه قد نقل وحده ثانيه. قال: وانا ارجع لها للبيت. قلت: يا فلان يا فلانه، وش رايك؟ والله اني مشتاق نبي نروح نسافر. المهم يقول ومسايسها، ما اقول شيء، اقول بها كذا. قال: باخذها في السياره واخذ شنطتها وعلى ابوها. قال: واجي عند ابوها. المهم ويهلي ويرحب. المهم يقول: يوم جاء بالليل قال: وانا اخذ شنطتي وانا اوطي ورقه طلاقها في المجلس. يقول: تحت ذيك الطفايه. قال: وانا اركب وانا اروح. قال: وانا ارسل طلاقها لابوها ولها. قال: وانا اروح وانا اغير المنطقه. ايه يقول: رجعت. قال: وعلى طول ذاك المكتب. قال: وبيع البيت باثاثه. قال: وانتقل من المنطقه بعيد ما حد يدري عني. يقول: بتدورني.